النقد الدولي رجع تاني يتصدر المشهد في مصر بعد الإعلان عن مواعيد جديدة لصرف مليارات الدولارات ضمن برنامج دعم الاقتصاد. لكن المرة دي الموضوع مش فلوس وبس، ده مرتبط بشروط وإصلاحات ممكن تأثر بشكل مباشر على حياة الناس، خصوصا في أسعار البنزين والدعم. المفاجأة الأكبر إن في مراجعتين مهمين جدا جايين في يونيو ونوفمبر 2026، واللي عليهم هيتحدد هل مصر هتاخد حوالي 3.3 مليار دولار ولا لا. خليكم معانا وهنقول لكم كل التفاصيل. صندوق النقد الدولي حدد يوم 15 يونيو 2026 عشان يعمل المراجعة السابعة لبرنامج مصر، ودي تعتبر قبل الأخيرة. ولو عدت على خير، مصر هتاخد شريحة تمويل حوالي 1.65 مليار دولار، وبعدها على طول في 15 نوفمبر هيكون في المراجعة الثامنة والأخيرة وبنفس القيمة تقريبا. يعني احنا بنتكلم في إجمالي حوالي 3.3 مليار دولار جايين على مرحلتين. بس الفكرة هنا إن الفلوس دي مش ببلاش، دي مربوطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لازم الحكومة تلتزم بيها. واحدة من أهم الحاجات اللي الصندوق اتكلم عنها هي إن الحكومة ناوية تطرح 4 شركات أو أصول حكومية للبيع قبل نهاية 2026 بعائد متوقع حوالي 1.5 مليار دولار، والرقم ده حسب الصندوق أقل بكتير من المستهدف الأساسي اللي كان حوالي 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات. حتى لما نضيف صفقة رأس الحكمة وعلم الروم مع قطر اللي جابت 3.5 مليار دولار، يعني ببساطة الحكومة لسه قدامها شغل كتير عشان توصل للأرقام المطلوبة. طب ايه تاني؟ واحدة من أهم النقاط اللي هتأثر على المواطن بشكل مباشر هي عودة التسعير التلقائي للبنزين. الصندوق قال إن مصر هترجع تطبق الآلية دي بنهاية الربع الثاني من 2026، وده معناه إن أسعار البنزين والسولار هتتحرك حسب الأسعار العالمية، وده جاي بعد ما الأسعار زادت بالفعل 3 مرات خلال سنة واحدة. آخرها كانت زيادة كبيرة بسبب ارتفاع سعر البترول عالميا، والهدف من ده كله هو تقليل دعم الوقود اللي متوقع ينخفض بحوالي 97 مليار جنيه في موازنة 2025-2026. على الجانب التاني في شوية أخبار إيجابية، الاقتصاد المصري بدأ يتحسن وحقق نمو أكتر من 5% مع توقعات باستمرار النمو الفترة اللي جاية. وكمان قطاع السياحة متوقع يحقق قفزة كبيرة جدا ويوصل دخله لحوالي 28 مليار دولار خلال السنين اللي جاية. وقناة السويس برضو متوقع عائدها يزيد لحد 9.5 مليار دولار في المستقبل. لكن رغم ده كله، صندوق النقد حذر من مخاطر كبيرة زي مثلا بطء تنفيذ الإصلاحات واستمرار ارتفاع الديون والتضخم وتقلب الأسعار العالمية وخروج استثمارات أجنبية في أي وقت. وكمان أشار أن احتياجات مصر التمويلية هتفضل كبيرة جدا وممكن توصل ل 40% من الناتج المحلي خلال 3 سنين. ومن الحاجات المهمة كمان أن الصندوق أكد أن سعر الصرف المرن هو خط الدفاع الأول، يعني مفيش تثبيت للجنيه والسوق هو اللي بيحدد السعر. وفي نفس الوقت البنك المركزي ما تدخلش بشكل مباشر في 2025، وده جزء من الالتزام بالسياسة الجديدة. في النهاية مصر واقفة في نقطة مهمة جدا، يا إما تكمل الإصلاحات وتاخد باقي التموين وتعدي الأزمة، يا إما أي تأخير ممكن يكلفها كتير. هل الحكومة هتقدر توازن بين تنفيذ شروط صندوق النقد وفي نفس الوقت تخفف الضغط على المواطن؟ ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية.